نرجع تاني مع بعض وفقرتنا الدائمة كل يوم خميس في كورة كل يوم، بس النهارده في شوية تغيير، بس هو نفس المؤسسة. الاستاذ احمد الخضري طبعا منورنا ومشرفنا. ازيك يا استاذ احمد؟ نورك يا كريم. الله يخليك. اسلام صادق في اسوان جاب لنا محمد الشرقاوي. لا محمد الشرقاوي ازيك يا استاذ محمد؟ منورنا ومشرفنا. وفي حاجة غريبة جدا النهارده. ايوه. انت لابس احمر. لا مش احمر خالص. ده مش احمر. هو انا اعمى؟ ده احمر الشرقاوي ده؟ لا ده شويه احمر اورنج خالص. اورنج. يعني الاستاذ محمد الشرقاوي يلبس احمر ماشي. اورنج مفيش مشكله. الاستاذ احمد الخضري رئيس المؤسسه الاعلاميه في نادي الزمالك، المنظومه الاعلاميه. بس ده مش احمر خالص. انا مش هتكلم. انت تتكلم. هو كان بيشرب عصير طماطم بره. ماشي. يعني بص اللون ده ايه؟ بس اللون ده ايه؟ الجرافطه دي ده مبيتي. ده مبيتي. ده احمر دم الغزال. بص يا بس الكاميرا وانا بشتريه الراجل قال لي مش هتلبسه، فقعدنا نقرب كده قلت له اتاكد هات ده احمر ده اورنج هات الاورنج. طب انت يعني ده اللون ده ايه؟ الفاصل لا اللون ده ايه؟ في الفاصل ده اورنج مش اورنج اسماعيلي يعني. اسماعيلي يا باشا. طيب ماشي اذا كده ماشي اسماعيلي بس هو بهت خلاص. لا في الفاصل لا في الفاصل لا. منورني ومشرفني وتكونوا معانا بقى في النهار اليوم ان شاء الله. من يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاثنين بس هنطلع اعتقد يوم الاحد حلقه اخيره هنا في النهار الرياضه ان شاء الله. المواعيد الجديده برضو حتى لا من 11 لواحد. من 11 في النهار اليوم ان شاء الله. ان شاء الله كده. وفي مجموعه قنوات جديده في قناه النهار رياضه. قناه النهار شبكه قناه خلاص بقالي 5 سنين. عارف يا استاذ احمد ان انا اول برنامج طلع في قناه النهار هوا كنت انا والاستاذ ابراهيم حجازي. ايوه نفس اليوم. الحلقه اللي بعد انت معاك الكابتن ابراهيم حسن. كنا 30 6 2011. كان معاك الكابتن ابراهيم حسن واحنا كان معانا الكابتن حسن محمد. ما كانش في نهار رياضه، كان نهار عامه. وكانت هي قناه واحده. صحيح. وكان اول برنامج هوا ده صحيح. كريم حسن شحاته. 5 سنين بالظبط. كانت ساعه ونص. كانت مش عارف من 9 ل 10 ونص. وكان الاستاذ ابراهيم حجازي كان من 11 لواحده. 11 لواحده بالظبط. وكان معاك كابتن حسن حمدي في اول حلقه. ايوه. طيب خلينا النهارده عندنا مواضيع مهمه وهنتكلم عن منتخب مصر. ويعني انا بالنسبه لي مفيش مشكله ان احنا نخسر في مباراه وديه، ولكن بتديك مؤشرات. يعني احنا كنا دايما اقوى من الاردن. الاتحاد المصري اصر ان هو يعمل المباراتين دول دوليتين عشان تساعدنا في التصنيف. خسرنا يعني هتبوظ التصنيف او هتقللنا في التصنيف. رايكم ايه في التجربه مع منتخب الاردن امبارح وخسارتنا؟ وبكره عندنا مباراه ثانيه مع المنتخب الليبي. اتفضل شو الاول. بنبدا بالاستاذ احمد الخضري. لا انا طبعا انت عارف هي العمليه برضو قرف برضك يا كريم. تحس يعني انا برضو يمكن دي خدتها منك من فتره. انت دايما تقول الاتحاد الكوره ده مش محظوظ، وبالتالي انعكس على الجهاز الفني للمنتخب. انت الاصل عامل المباراه عشان تستفيد منها. كويس قوي ان انت قدرت تعمل المباراه مع المنتخب الاردن ومنتخب ليبيا، وده متاح. ده المتاح. وانا مبسوط قوي ان تحديدا الاردن وليبيا وحاجه جميله يعني. وبرده تجمع يعني. ناس كتير قوي اقوال بتقول لك طب ليه والمحترفين مش موجودين او الكلام ده. لا مفيش مشكله. ضروري. لكن مؤثره للمنتخب الاردني اكتر. انه غايب منه 14 لعيب. 11 واحد محترفين في دول الخليج، وفي 3 4 بتوع المنتخب الاولمبي اللي كانوا بيتصعدوا مع المنتخب الاول. بالظبط. فهي الفكره بيقول لك لكن انت عملت المباراه واحنا مرحبين وكل حاجه، لكن انت ما استفدتش. انت زي ما قلت هي المباراه مسجله دوليه. المباراه اللي استفاد انت عملت استعداد للاردن، لكن انت ما استفدتش انت حاجه خالص. لا شكل المنتخب يعني مش عاجبني تماما. ما في انا مش شايف ان مفيش اي فايده عادت على الفريق. تصريحات حتى الكابتن اسامه نبيه والجهاز الفني على المباراه مش عجباني خالص. ان دايما مع خالص احترامي ليهم طبعا يعني ان احنا ما يهمش النتيجه، احنا هنكسب. كسبنا لعيبه جداد، فانا مش عارف اللعيبه الجداد اللي كسبهم ايه. لا يهم النتيجه. انت عامل مباراه تحديدا. خلي بالك تشكيله منتخب مصر منهم 7 او 6 بيلعبوا. تمام. يعني شريف اكرامي اساسي، هو احمد الشناوي. تمام. عمر جابر، رامي ربيعه، احمد ديودار. ده التشكيل الاخير بالنسبه لمنتخب مصر في تصفيات. علي فتحي هو اللي ما كانش بيلعب. في نص الملعب حسام غالي، وفي رمضان صبحي برضه، ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وعبد الله السعيد وعمرو جمال. عمرو جمال. بس عمرو جمال ونور السيد وعلي فتحي هم طيب انت كسبت مين بقى؟ يعني انا عايز اعرف. يعني حد يجاوبني يقول لي كسب مين النهارده؟ لا ما كسبش. ما كسبش حد. ده طبعا يعني مش عاجبني خالص. ومش عارف. لا هو في حاجه يعني حاجه غلط في المنتخب. والعمليه لو مشيت كده لا مش مبشره خالص. يعني انا مش متفائل بالنسبه للمنتخب. التجربه اثبتت ان لا لسه في كتير قوي. تقول لي بقى الاستعداد ما بتوفروش مباريات والكلام ده. المحصله الشكل لا مش مطمئن خالص. يعني انا ما اطمنتش خالص من المباراه النهارده. استاذ محمد
بص يا كابتن كريم، دي سادس مواجهه بين مصر وبين الاردن. اول هزيمه لمصر في تاريخها قصاد الاردن. يعني لعبنا 5 ماتشات قبل كده في تاريخنا مع الاردن، كسبنا 4 وتعادلنا 1. الحمد لله مع اتحاد الكره دوت ومع الجيل دوت ومع هيكتور كوبر عمل لنا سبق جديد وانجاز جديد، ان هو تلقينا اول هزيمه لمنتخب مصر قدام منتخب الاردن. وزي ما حضرتك قلت دي مباراه رسميه، يعني دوليه محتسبه دوليه محتسبه من الفيفا. بعيد بقى عن كلام كوبر واسامه نبيه اللي مش عارف مين، زي ما الاستاذ احمد الخضره بيقول ان احنا كسبنا بعض اللعيبه اللي هو ما حددهمش يعني ما حددهمش بالاسم. انا كان نفسي اعرفهم برضو، ولكن انا شايف ان في لعيبه لا تصلح للعب الدولي. يعني علي فتحي ده معلش، نور السيد ده برضو، احمد رؤوف، مع احترامي الشديد لكل الاسماء اللي انا ذكرتها ما ينفعوش للعب الدولي. احنا هنلاعب نيجيريا كابتن كريم يوم في شهر مارس اللي جاي، في اخر مارس تقريبا شهرين او شهر وشويه اللي فاضل على ماتش شهرين. ما ينفعش نيجي دلوقتي ونقول احنا لسه بنجرب. ما ينفعش انا اعمل لك ماتشين قصاد الاردن وقصاد ليبيا وجبناهم كده ولميناهم زي ما انت قلت. الاردن جاي بدون اغلب لاعبيه الاساسيين، وليبيا برضه هنلاعبهم برضه، وفي عناصر كتيره اساسيه مش موجوده مع كده الكره الليبيه برضه الدوري متوقف ومش في احسن حالاتها، اغلبهم يعني من عناصر فريق الاتحاد الليبي. يعني احنا هنلاعب فريق الاتحاد الليبي مش منتخب ليبيا. مش عاملين الماتشين دولت عشان نيجي نجرب في 32 لعيب. معلش يا كابتن كوبر، معلش يا كابتن اسامه نبيه، انا كنت حابب ال 15 لعيب او ال 20 لعيب اللي انت مستقر عليهم بقالك سنه هم دول اللي احنا نشتغل عليهم. خصوصا ان احنا عندنا عناصر محترفه بره حاجزه مكانها في التشكيل الاساسي، محمد صلاح، محمد النني، محمد عبد الشافي واحمد حسن كوكا. صح، 4 لعيبه. فانا المفروض ان انت بتجرب في 8 لعيبه تانيين دولت اللي انا عايز اشوفهم. لا بيجرب في 11 على اساس ان يبقى في كمان احتياطي. ولا ما جربش. لا يعني اللي هو ايه ال 11 واحد اللي غير النني وصلاح ومحمد عبد الشافي. خليك في 11 12 مش واخد 32 لعيب، واخد 32 لعيب. هتلعب لي ب 15 في الماتش ده و15 في الماتش دوت، كتير جدا. انت لسه هتقابل نيجيريا. انا دلوقتي مش وقته ان انا اجرب. انا عايز اثبت طريقه لمنتخب مصر، عايز اثبت تجانس، عايز اعمل تشكيل ثابت. انا علي فتحي دوت، انا عارف ان محمد عبد الشافي اللي هيلعب والبديل بتاعه صبر الرحيل. في ماتش نيجيريا هتعرف الكلام، يعني هنشوف الكلام ده لو الاثنين سلام. انا عارف ان خلي بالك، ما هو بيحاول برضه يطلع لعيبه من الدوري. مش في الوقت ده، كان قبل كده. هيكتور كوبر متولي المسؤوليه بتاعه المنتخب من امتى؟ بقاله فتره، بقاله حوالي 10 11 شهر، داخل على سنه. احنا مش هنجرب قبل ماتش نيجيريا يا جماعه اللي هنلعبه بره، وماتش اعتقد ان هو ماتش مصيري جدا. ماتشين مصريين ورا بعض. على الاقل احنا محتاجين ان احنا نرجع من نيجيريا بالتعادل عشان نحافظ على التقدم والفرق النقاط اللي بيننا وبين منتخب نيجيريا. التصفيات للناس اللي هي ناسيه نظام التصفيات، بيصعد اول كل مجموعه وافضل 2 من المجموعات كلها تواني. يعني احنا مش عايزين نخش افضل 2 تواني من المجموعات كلها. فبالتالي التصفيات صعبه جدا. منتخب نيجيريا كعادته دايما بيجي يتدلع مع الفرق الصغيره، ولكن بيشد دايما لما بيحس بالخطر، ولاعيبته بتحس بالخطر، لان منتخب نيجيريا لاعيبته محترفين وعارفه ان وجودهم ومشاركتهم في بطوله الامم الافريقيه بيرفع من سعرهم، فيلعبوا جد جدا 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 قدام منتخب مصر. امبارح انا ما شفتش ان في ملامح لمنتخب مصر قدام منتخب الاردن. احمد دوادار بيلعب، وانا عارف انه هيلعب في المساكين رامي ربيعه واحمد حجازي. طب ما كنت نثبت ونزيد الانسجام بين رامي ربيعه واحمد حجازي مع المجموعتين اللي هم مع عمر جابر والناس. يعني ايه لازمه الفلسفه وايه لازمه التغيير دلوقتي؟ ده حاجه انا مش فاهمها. حته انا لاحظت في بطء جدا في اداء اللعيبه، فرص مهدره، في انانيه، في شغل فردي من بعض اللعيبه امبارح، والمفروض ده يبقى فيه انضباط عشان ما نكررش نفس مشكله المنتخب الاولمبي واللي حصل لحسام البدري لما اعتمد على اسماء معينه ونجوم، حس ان هي نجوم، ولكن في النهايه خذلوا الجماهير المصريه كلها. بصراحه يعني اداء يعني حاجه تكسف ان احنا نتغلب امبارح قدام المنتخب الاردني. كنت اتمنى يبقى بغض النظر عنك اتغلبت، انت مش مطمن. الشكل ما يطمنش. الشكل والاداء وكل حاجه. ممكن تتغلب وتبقى كويس جدا وقريب وتحس ان انت عندك فرقه. لا،
لا المشكله الاهم شرقاوي، الاهم ان انت ما فيش شكل يا كابتن كريم للمنتخب، ما فيش حاجه يعني كده. طب مش المنتخب الاساسي كمان الاردن. كابتن مروان محسن، انت عندنا مشكله في مركز راس الحرب، عمرو جمال مش في مستواه، وكنت حتى بتكلم انا والاستاذ احمد الخضر على بس ولا عمرو ولا باسم ولا باسم، فما عندكش غير احمد حسن كوكا. لو انت عايز تكتشف، طب ما تجيب مروان محسن اللي الناس بتتكلم عليه بقى لها فتره، مروان محسن، وخصوصا لا ما تكتشفش، انت برضه هتلاعب يا يا باسم يا عمرو. كوكا هيلعب ماتش نيجيريا طبعا. احمد حسن كوكا هو الاساسي. مروان محسن ده لعيب منتخبات ناشئين من صغره، واخد على اللعب الدولي، ولعب مع المنتخب ممكن هيديله في ماتش بكره مع ليبيا. انا كنت عايزه الماتشين عشان يخش في فورمه الماتشات الدوليه. انا عايز نركز على 15 لعيبه كابتن كريم، او 20 لعيب، مش ال 32 لعيب. انا عايز نركز، خلاص احنا داخلين شهر ونص هنلاعب نيجيريا، خلاص هنخش نيجيريا، وبعد كده هيبقى في تصفيات كاس العالم بعد كده. مش هنقعد بقى نقول هنجرب، واحنا مش هنقعد كل سنه نجرب. مش هنجيب برادلي نقول هجرب، مش هجيب شاوي غريب نقول له جرب، مش هجيب هيكتور كوبر نقول امتى التشكيل الاساسي. انا عايز بقى نعرف، نبقى حافظين تشكيله منتخب مصر. ما ينفعش الكلام اللي هم بيعملوه دوت. لازم واقفه مع الراجل ده. في مدير فني في اتحاد الكوره المفروض بيقعد يتناقش معاه في الاختيارات، وبيقعد يتناقش معاه ايه هي فلسفته، ويحاول ان هو يفهم وجهه نظره، ويحاول ان هو يصحح له الامور لو في. وعلى فكره لا، انت معاك لعيبه كويسه، يعني مشكله جهاز فني. يعني بالامانه لا، انت في لعيبه في مجموعه لعيبه سواء خلي بالك محليين برضه أو انا في نقطه متفق معاكم فيها، وفي نقطه مختلف. تمام. جهاز فني ما يقدرش يعمل شغل في يومين. تمام. لكن انا متفق مع الاستاذ محمد الشرقاوي، يعني هو المنتخب لسه متجمع من يومين. تمام. صح. ان الدوري وقف فالراجل ما اشتغلش، يعني ما اشتغلش مع الفرقه شغل تكتيك. اللعيبه القديمه هي اللي كانت ممكن في شويه شغل تكتيك. لكن متفق مع الشرقاوي ان انا ما اوسعش دايره الاختيار، وابدا اركز بقى. انا خلاص ناقصتي شهرين على منتخب نيجيريا، ابدا بقى اشتغل كل شهر او حسب التجمعات مع اللعيبه اللي هتلعب ماتش نيجيريا. صحيح، خصوصا ان احنا متفقين على 4 من المحترفين بره هم دول اللي هيلعبوا. لا يعني انت يعني اعتقد يا استاذ احمد ولا واحد من اللعيبه الجديده مستحيل، يعني ولا نور السيد ولا علي فتحي ولا احمد فاروق ولا احمد رؤوف مستحيل يلعب، ولاعيبه ثانيه برضو محمد مجدي المصري ولا احمد دودار هيلعب اساسي. لا انا سيبك من الاساسي، ممكن يبقى احتياطي، لكن انا بكلمك في 3 4 5 6 لعيبه جايين من الدوري مش هيلعبوا خلاص. انت خدتهم، لا يمكن هيلعبوا ان هم يلبسوا فانيله منتخب بس مصر. انت برضو دي نقطه برضو ايه، عارف يا استاذ شراوي ايه، من انت برضو اللعيبه اللي بتلعب في الدوري، من انت برضو اللي بيتميز لازم تديله حقه وتضمه المنتخب. مش وقته، مش على حساب التشكيل في الماتشات، صح؟ مش وقته. بعمل لهم ماتشات ثانيه، بعمل لهم في وقت تاني. انما انت عندك بعد شهر ونص، انت لغايه دلوقتي مش عارفين مين اللي هيلعب قدام نيجيريا. بص يا كابتن كريم، هيكتور كوبر بدا يدي ودانه للاعلام. الاول كنا احنا بننتقده انه بيقول ايه، بلاش اشمعنى اهلي والزمالك، وسع الدايره عشان تدي دافع لاي لعيب زي مروان، زي اي حد، زي احمد رؤوف، كان من حقهم انهم ينضموا للمنتخب. بس ده الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. هو دلوقتي اول مره نادرا ما بياخد لعيب بعيد عن الاهلي والزمالك. وسع بقى، جاب نور السيد وجاب احمد رؤوف وجاب علي فتحي وجاب لا، التوقيت مش في صالحه خالص. وبعدين مين اللي قال ان لعيبه، لا انا مع ان المنتخب يبقى القوام اغلبه من الاهلي والزمالك والمحترفين اللي بره. دايما منتخبات مصر بتمشي بالشكل ده. القوام مش كله. لو انت بيبقى في واحد من الاسماعيلي، واحد من ام بي كذا. كان في حسني عبد ربه قبل كده موجود من الاسماعيلي، كان احمد محمدي من ام بي مثلا، وبعد كده احمد محمدي احترف بره، ولكن 1 أو 2 أو 3 انما ما تجيبليش لعيبه الانديه كلها. كان جده من الاتحاد السكندري، من الاتحاد كتير، وتيجي تقول لي اللعيبه دي هي المنتخب. لا، المنتخب من الاهلي والزمالك والمحترفين. 90% من قوام المنتخب يبقى بالتشكيل دوت. لازم بقى نحدد هدفنا. ما اختلفناش. طيب متوقعين بكره استاذ احمد والشرقاوي مستر كوبر هيبدا يركز على مجموعه معينه، ولا مع ماتش ليبيا بكره، ولا هيدي فرص للعيبه اللي ما لعبتش اللي كانت بره التشكيل النهارده امبارح؟ لا منطقي هيدي اللي ما لعبوش، منطقي هيدي، مش هيثبت تشكيل. لا مش هيثبت. اتصور ان مباراه ليبيا هتبقى اسهل كمان، يعني هتبقى اسهل من الاردن. ومنطقي اللعيبه اللي واخدها، ما هو انت واخد بقى بطرديه، كله لازم يلعب. هو هياخد الناس مش هيلاعبها، لا الاسماء الثانيه اللي مستبعده هتلاقي تشكيل ثاني مختلف خالص. فانت ولا استفدت من ليبيا ولا استفدت من الاردن. ولو عمل اللي بيقولوا عليه الاستاذ احمد الخضر ده، انا اعتقد ان انت ما استفدتش من الماتشين بس كده. ما استفدتش من الماتشين. انا عايز ال8 أو ال10 اللي هم يلعبوا مع بعض في الماتشين، يبقى في تجانس وانسجام. حماده طلبه متالق مع الزمالك في ناحيه الباك الشمال. طب انت واخده ليه؟ ما انت مش هتلعبه باك شمال لمنتخب مصر. حماده طلبه لعيب ممتاز، ولعيب يعني مخلص وراجل وكل حاجه.
بس بيلعب مع الزمالك باك شمال، هتلعبه باك شمال مع المنتخب ليه؟ ما انت عندك عبد الشافي واخد 4 باك شمال. عندك ما تجرب محمد ناصف، علي فتحي ومحمد ناصف. ايوه لا وعلي فتحي وصابر رحيل وفي محمد عبد الشافي وايمن اشرف من سموحه. صح. بصراحه يعني كانت علامه استفهام كبيره في ماتش امبارح، واكيد هو طبعا هيكمل العك دوت بكره باشراك لعيبه برضو كتير جدا مع منتخب ليبيا. هتبقى المحصله من الماتشين انا شايف ان هيبقى محصله تبقى غالبا 0 قبل ماتش مهم زي نيجيريا. يعني في ماتش الشهر الجاي مع بوركينا فاسو المفروض يوم 27 فبراير، وبوركينا فاسو اكدت حضورها لمصر. هنشوف برضه لا، ما هو لازم الماتش ده يبقى بقى ده المفروض ان انت بتجيب المحترفين بره. بس مش عارف الماتش ده مش اجنده دوليه بس على الاقل بقى نثبت التشكيله يا كابتن كريم. بوركينا فاسو فريق، اصل انت ما عندكش دولي محترفين غير 3 4 يعني هم اللي اساسيين، الباقي كله لعيبه محليه. نركز بقى على الناس اللي هتلعب. صح، نركز على الاثنين قلب الدفاع دولت مع بعض. وخلي بالك ده نتاج برضه ايه الشغل الاتحاد الكوره. هو لما تلاقي الامور مش ماشيه صح طبعا. هتلاقي بص انا حتى امبارح فاكر لما كنا بنتكلم ان في ناحيه ربانيه في القصه او توفيق. لما ربنا مش كلامهم. مش شرط يكون الجهاز الفني منتخب مصر، ممكن يكون ناس شغاله وبتحاول والكلام ده، لكن لما بتكون الدنيا مش مظبوطه وفي السيستم مش مظبوط ربنا ما بيكرمش. وبعدين في نقطه برضه، انت اخترت منتخب الاردن ومنتخب ليبيا بعيد تماما عن اسلوب لعب منتخب نيجيريا اللي المفروض ان انت هتواجهه. انت هتلعب مع نيجيريا بره. معلش دول ده المتاح مش عارفين نعمل اجنده على الاقل اديني ملامح الخطه اللي هتلعب بيها. يعني انت هتلعب مش طبعا بالتاكيد انت مش هتلعب مفتوح زي ما لعبت امبارح قدام لا نيجيريا هتهاجمك وانت هتبقى يا دوبك بتلعب بتوازن يعني. بالظبط. فانا عايز اشوف ده. انت من الفرصه الوحيده اللي جت امبارح للمنتخب الاردني جت جون. فما بالك بفرقه المفروض ان هي اللي هتبادر بالهجوم، هي اللي هتضغط عليك، هيبقى في جماهير وملعب لعيبه محترفه والكلام دوت. بس دي مقرر زي ما كان بيقول لك ده اضطرار. ما هيعملوا ايه بصراحه؟ دي معذورين فيها دي يعني. بالظبط. لا مش حكايه عذر، انا خلاص الاختيارات هجيبوا مين؟ الاختيارات عذر، ولكن انا عايز اشوف بقى انت لو هتلعب ب3 هاف ديفندر ما تجربهم مع بعض. يعني لو هتلعب يعني الاسلوب اللي انت غالبا او اغلب الملامح اللي انت هتلعب بيها قدام نيجيريا حاول تجربها قدام الاردن او قدام ليبيا. صح. لان بوركينا فاسو برضو اكيد مش هيجوا لك بالمحترفين بتوعهم. يعني بوركينا فاسو منتخب كبير وكل حاجه، اذا كان ليبيا والاردن ما جوش باللعيبه عشان مش في فديت مش اجنده دوليه. ماشي، وبوركينا فاسو ممكن نفس القصه ما يجولكش، فانت مش هتستفيد بشكل كبير. يعني هل هتلعب ب3؟ تستفيد بتجانس بقى. بتجانس. برافو عليك. ان انت خلاص انت مثبت عمر جابر في ناحيه اليمين، هتثبت مين في قلب الدفاع؟ صابر رحيل او محمد عبد الشافي قدامهم انت مستقر على حسام غالي، هيبقى جنبه مين مثلا؟ واحد او اثنين بجانب النني. يعني المفروض حسام غالي كده اللي يلعب. ما هو المفروض بقى تحط طارق حامد مع حسام غالي. بتجرب انت ممكن حسام غالي ما يلعبش ماتش نيجيريا، خلي بالك انت محتاج حد فايتر اكتر في نص الملعب والكلام ده. فادي الراس الحربه. يعني انت لغايه دلوقتي ما شفناش يعني مثلا واخد باسم مرسي، المفروض كنت اشوفه. يعني ممكن هيدي، اعتقد هيدي باسم مرسي محتاج دفعه معنويه شويه بعد الضغوط اللي بيتعرض ليها في الفتره اللي فاتت، وبعيد عن مستواه اكتر من حوالي 130 يوم ما سجلش اهداف مع الزمالك في الدوري المصري. عمرو جمال نفس القصه. طب انت واخد الاثنين دولت، المفروض انت عارف ان عليهم انتقادات وعارف ان عليهم علامات استفهام كتيره جدا وما هماش في مستواهم مع الانديه بتاعتهم. خدهم جربهم. يعني خد عمرو جمال وخد باسم مرسي، لاعبهم قدام الاردن ولاعبهم قدام ليبيا. امال انت واخدهم ليه؟ يعني لعيبه مش موفقه مع الاهلي ومع الزمالك. انت تحديت الناس كلها وقلت لا انا هاخدهم ودولت هم اللي شايف فيهم اللي هم وغالبا دول اللي هتاخدهم معاك في منتخب نيجيريا. طب خدهم بقى، يعني عودهم على التهديف قدام في ماتشات سهله زي الاردن وزي ليبيا. اديهم الدفعه المعنويه، رجع لهم الثقه في نفسهم مره ثانيه، انما ما تحطهمش على دكه البدلاء. يعني برضو من ضمن الحاجات الكتيره بتلاعب احمد رؤوف مع طيب مين اللعيبه؟ خلينا نتكلم في ايجابيات شويه. مين اللعيبه اللي عجبتكم في ماتش امبارح؟ يعني انا شايف مصطفى فتحي كان متالق. مصطفى فتحي وعمر جابر كانوا عاملين جبهه كويسه قوي ناحيه اليمين. لا معاكم برضه ان هو مصطفى فتحي، بس برضه مفيش اللعيب اللي هو تقدر تقول ان هو يعني واخد بالك برز، او يعني هو يمكن هو افضلهم مصطفى فتحي. مصطفى فتحي يعني. وبعدين مصطفى فتحي عمل لك قصه، بدأ من اول الماتش. خلي بالك مصطفى فتحي بيلعب في مكان محمد صلاح. يعني محمد صلاح ما يجي بيكسر من ناحيه اليمين وبيبقى مهاجم تاني. صحيح. فدي مهمه. بس مصطفى فتحي عمل يعني اداك لقطه انه بيبدأ بقى ببدايه الماتش.
يعني عكس ما هو في الزمالك اغلب الانطباع عنه انه لعيب يلعب في نص يبتدي في الشوط الثاني. مصطفى فتحي امبارح ابتدى المباراه وكان متفوق جدا، وكان هو اللي بيحرك. زي كان بيقول لك برضه هو مكانه محمد صلاح، مش هيلعب يعني محمد صلاح هيجي هيلعب، مش هيلعب طبعا. طب ما ده شيء كويس ان انت جربت. عرفنا ان البديل بتاع محمد صلاح مصطفى فتحي، خلاص كده 10 على 10، انا مش مختلف. ولكن قول لي على اي حد من دول انت ما عملتهاش. يعني خلاص، ما هو انت عايزين بديل لمحمد صلاح، وممكن يلعب الناحيه الثانيه مع يعني محمد صلاح يبقى يمه اليمين وده يلعب يمه اليمين. مصطفى عدلته يمين، مصطفى عدلته كده عدلته يمين صعبه يعني. حتى ماتش كل اهدافه بتبقى من ناحيه اليمين. الكره اللي عملها حماده طلبه في ماتش سموحه هي عدلته ناحيه اليمين، ناحيه اليمين بالظبط. طيب يعني ده بالنسبه لمنتخب مصر، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في مباراه ليبيا، ومستر كوبر يقدر يركز اكتر على التشكيله الاقرب، ان هو هيبدا يعني يخش في الجد بقى خلاص الشهر الجاي مباراه. دخلنا في الجد اساسا يعني معلش هنطلع المبرر على ان هو راجل برضه بيحاول ويكافئ اللعيبه اللي بتلعب في الدوري، لكن كلامكم صح، انا متفق ان لازم يقرب ويستقر على اللعيبه اللي يبدا هيلعبها في ماتش نيجيريا، عشان يبقى في تجانس وفي هارموني وفي تفاهم ما بين اللعيبه في التشكيله، لان ده جاي من الاهلي وده جاي من الزمالك وده هيبقى فيه محترفين والكلام ده. يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله بالنسبه لمنتخبنا المصري. عايز اروح للاهلي. قرار وزير الشباب والرياضه، واحنا كنا متوقعين ان القرار ده هيتم باعاده تعيين مجلس الاداره المهندس محمود طاهر. البعض رافض رغم ان دلوقتي الاغلبيه موافقين ومفيش مشكله. فهبدا بالاستاذ محمد الشرقاوي، شايف الامور هتمشي ازاي في النادي الاهلي؟ والمهندس خالد عبد العزيز حط برضو الاعضاء الرافضين في خانه اليك زي ما بيقولوا، قال لك اللي مش عايز يتعين او رافض تعيين يبعت لي خطاب رسمي. لا هم بيزايدوا دلوقتي يا كابتن كريم. بيزايدوا. يعني ايه بيزايدوا؟ بيزايدوا يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي المهندس خالد عبد العزيز طلع القرار الرسمي زي ما هم كانوا عايزين، واللي عايز يعتذر يقدم اعتذار مكتوب ويعتبر في حكم المستقيل. هم دلوقتي المجموعه اللي هي اللي رافضه في مجلس الاداره بتقول لك احنا مش معترفين بقرار التعيين، وبالتالي احنا طيب ما وزير الشباب والرياضه هيعمل لهم ايه؟ لا ما هم دلوقتي ايه؟ يعني انا شايف ان وزير الشباب والرياضه هم دلوقتي بيحافظ على استقرار الاهلي. كابتن كريم هم دلوقتي اصبحوا معينين بقرار وزاري. تمام. بس انا مش هبعت لك اعتذار، وفي نفس الوقت انا مش معترف بالقرار دوت ومش هحضر اجتماعات مجلس الاداره. فلو جيت كلمتني رسمي انا عضو مجلس اداره معين، بس قدام الجمعيه العموميه وقدام الجماهير هقعد بقى ايه اعمل الشعارات اللي هي البتاع دوت، انا احتراما للجمعيه العموميه انا مش معين. طب يعني مش فاهم هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا؟ مش هيشتغلوا، بس اهو رسمي معين. رسمي معين تمام. ومش هيبعت ورقه للوزير باستقاله او يبقى هو خلاص موجود. لا، ما قدام الجماهير يطلع لوسائل الاعلام ويطلع للجمعيه العموميه يقول لهم لا انا مش موافق على قرار التعيين وانا مش قابل قرار التعيين وانا مش معين، بحيث ان هو ياخد التسقيف بتاع ماشي. بس ده هيستمر لفتره مؤقته شهر لغايه القضيه هم بيعتمدوا لغايه القضيه يوم 28 على ان القضيه يوم 28 فبراير هتكون لصالح المجلس. طبعا ما حدش يقدر يعرف الحكم او يعرف هيطلع قرار ولا مش هيطلع قرار غير القاضي بتاع المحكمه الاداريه العليا، ولكن هم في دماغهم ان هيطلع ان القضيه لصالحهم وهيبقى الحكم يوم 28 فيبقى هو منتخب وموجود. خلاص يبقى انا قدام الجماهير انا كده شجيع السيما. انا طب ليه المهندس خالد عبد العزيز ما استناش ليوم 28 فبراير؟ ما ينفعش. ليه؟ لان عشان الارصده مجمده الاخوه اللي رافعين قضايا عملوا محاضر ضد وزير الرياضه بعدم تنفيذ القرار، وكان ممكن خالد عبد العزيز يتحبس شهر برضه، فتره طويله، زائد ان الوزير مش ضامن ان يجي يوم 28 يتحكم في القضيه، ممكن تتاجل تاني بالظبط. فايه اللي ضمنه؟ فكان لازم ياخد القرار بتعيين نفس المجلس. يعني هنفضل في القصه الناس الرافضه دي لغايه يوم 28 فبراير؟ لا بس في ايجابيات. يعني الحظر على البنوك، الوزاره النهارده بعتت خلاص للبنوك والكلام دوت، واصبح في مجموعه هي اللي انت عايز تبقى معاهم في الاجتماعات وتقول القرارات اهلا وسهلا، ما انتش عايز خلاص انت بره القصه لغايه ما ترجع تاني، ما حدش مانع حد جوه النادي الاهلي. رايك ايه يا استاذ احمد في القصه دي؟ بص يا كابتن كريم، انا رايي ان الموقف كان ازمه حقيقيه. يعني النادي بحجم النادي الاهلي ما ينفعش يتساب شهر كده لغايه ما نشوف هترسى على ايه او الحكم القضائي او الكلام ده. المهندس خالد عبد العزيز كان في ورطه بجد، مش ورطه يعني ما فيهاش هزار يعني. وانا شايف ان هو يعني خد الحل الانسب فعلا. يعني هو يعني احترم النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي وقدر تاريخ النادي الاهلي، وما كانش في حل بديل. انا عايز اي حد بيتكلم دي حل
لا حل يقول لي بديل. يقول لي لو لا ماذا تفعل لو انت كنت خالد عبد العزيز؟ صح. ولا يقول لك ولا حاجه. كل اللي رافعين شعارات دول والكلام ده زي استاذ محمد شراوي ما بيقول، ده انت بتغازل الجمعيه العموميه. لكن انت لو مكان المهندس خالد عبد العزيز مش هتقدر تعمل حاجه. ايه الحل البديل؟ الراجل خد الموافقه الدوليه، والراجل حصن كل قراره، والراجل المجلس ده من حقه يدعو الجمعيه العموميه مليون حاجه. وبعدين انا عايز اقول حاجه، الناس اللي بتقول لك لا ما ينفعش ان المهندس محمود طاهر كان يقبل، ما ينفعش الناس دي كانت تقبل. طب ايه البديل؟ ايه طب الحل البديل؟ انت حد بكيان النادي الاهلي يقول لك المدير التنفيذي هو ازاي؟ المدير التنفيذي هيجيب مدرب؟ المدير التنفيذي هيصرف عقود، هيجيب مش عارف ايه؟ لا لا لا، اصل الكلام ده ينفع مع نادي صغير، مع مركز شباب، لكن نادي زي النادي الاهلي ما يصحش. صح. وبعدين انت نفس المجلس، انت دلوقتي انت قدام الجمعيه العموميه، لا انت مطالب ان تقدم استقالتك النهارده. اللي رفض دول كلهم، لو انت عندك الجراءه والشجاعه، لا مش هيعملوا كده. لو انت هيرو بقى بصحيح قدم الجراءه. انا شايف ان خالد عبد العزيز ما فيش اي ملام عليه. شايف ان محمود طاهر مع حفظ الالقاب للجميع يعني ما كانش عنده حل بديل. بالعكس، انا راجل منتخب بس المهندس محمود طاهر ما عندوش مشكله. لا ما طبعا الراجل مش رافض التعيين يعني. لا ومعاه 5 اعضاء موافقين على انا دلوقتي يا كابتن كريم اللي يتكلم يحط نفسه مكان الشخص ده. انا راجل او هو كمجلس اداره، انا منتخب باكتساح دبل سكور زي ما بيقولوا او الكلام ده. انا ماليش دعوه بقى بالاجراءات ومش اجراءات، دي مش مشكلتي. لكن انا منتخب في اكبر جمعيه عموميه واكتساح. طب انت عايز نعمل ايه؟ عايز نقعد في البيت؟ عايزنا ايه؟ يعني عايز اي حد تاني يجي؟ طب ما احنا قلنا اي حد تاني بيجي هو اللي مش هيقبل. وبعدين الظرف، انت دلوقتي ما فيش مجلس جه، انت المجلس اتحل مثلا لمشكله، لازمه، لخناقه، اعضاء مجلس الاداره ضربوا بعض، خسرت ماتش، مش عارف، ما فيش الكلام دوت. ده حكم قضائي ولازم يحترم. حكم ما كانش ينفع العمليه تزيد عن كده. فانت ايه البديل؟ البديل اللي سبب في الازمه دي الكابتن طاهر ابو زيد والجهه الاداريه اللي كانت في الفتره دي. طب ما حد يطلع يتكلم عليها. لكن ولا محمود طاهر ليه ذنب ولا خالد عبد العزيز ليه ذنب في القصه دي خالص نهائي يعني. كابتن كريم، هم دلوقتي بيتكلموا على مبادئ النادي الاهلي. سيبك من ان حكايه مبادئ النادي الاهلي ده يعني جمله مطاطه. انا نفسي مش عارف يعني، مش لاقي كتاب بدور في مكتبات عن يعني حاجه كتاب عن مبادئ النادي الاهلي اروح احفظه. مثلا مبادئ النادي الاهلي، اي حد يتكلم على مبادئ النادي الاهلي. في سيستم، في حاجات متفق عليها، في حاجات متعارف عليها، كانت بتتعمل. لو نتكلم بتتعمل دلوقتي زي قبل كده. لو هنتكلم على حاجه متعارف عليها، الفريق مرتجي في الستينات تم تعيينه. يعني دي مش سابقه جديده بالنسبه لمجلس اداره ان هو يتعين. لما بيتكلموا في الستينات ولا في السبعينات؟ في الستينات. تم تعيينه في مجلس الاداره. كابتن حسن حمدي في مجلسه في 2008 تقريبا. لا مش تمديد، تعيين. تعيين لكذا شهر لغايه ما تتعمل انتخابات. المجلس الاخير بتاع الكابتن حسن حمدي برضو فضل حوالي 7 شهور او 8 شهور، معين من وزاره الشباب والرياضه. يعني دي ما هياش سابقه خطيره ولا هي يعني كارثه من الكوارث. النادي الاهلي تعامل مع مجالس ادارات بالتعيين قبل كده كذا مره، ومع الكابتن حسن حمدي ومع الفريق مرتجي، ودولت من رموز النادي الاهلي الناس كلها بتتكلم عليهم في النادي الاهلي. وده حل مؤقت ممكن من 28 كل حاجه ترجع. ما حدش يتكلم على ان في كارثه، ما حدش يتكلم على ان دي مصيبه، ما حدش يتكلم على ان لازم كان في حد يقوم بتسيير الاعمال جوه النادي الاهلي. انت عندك موظفين وعندك عمال كانوا المفروض ممكن ما كانوش يقبضوا مرتباتهم اول الشهر لو ما تمش حل الامور بتاعه مجلس الاداره. عندك جماهير بتنتظر مدير فني جديد المفروض ان هم يتعاقدوا معاه خلال ساعات. مين اللي هيعمل كل الكلام دوت؟ وانت عايز تدخل النادي الاهلي في دوامه وتسيب كل القصص ديت ومشاكل، وفي الاخر علشان ترضي غرورك او انت عشان تنتقم من مجموعه كسبت باكتساح زي ما الاستاذ احمد الخضر قال في انتخابات، واكتساح غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي باراده الجمعيه العموميه. طب الوزير جاب نفس المجموعه اللي هي إرادة الجمعية العمومية علشان تقوم بمهامها في إدارة شؤون النادي الأهلي اللي الجمعية العمومية انتخبتهم باكتساح شديد جدا، ورغم الحرب اللي تعرضوا لها أيام الانتخابات، ورغم تكالب عدد كبير جدا من المسؤولين السابقين في النادي الأهلي ضد القائمة بتاعة محمود طاهر في الوقت دوت، ولكن نجحوا باكتساح شديد وأبهروا الناس كلها بالأرقام اللي حققوها في الانتخابات. طب ما هو المجلس جايب الانتخاب، انت ليه المشكله بتاعه التعيين دي؟ ناس المفروض ان هي وجهه نظر محمود طاهر والمجموعه الموافقه اللي معاه ان هي لمصلحه النادي الاهلي عشان يمشوا اعمال النادي الاهلي، لمصلحه الرياضه المصريه عشان ما نخشش بقى في حته الايقاف او اللجنه الاولمبيه الدوليه ونعارض الدوله او ما نعارضش الدوله.
فانا شايف ان الامور بالشكل دوت ماشيه بشكل طبيعي. استقرار النادي الاهلي مهم جدا لاستقرار الرياضه المصريه. النادي الاهلي من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر مع نادي الزمالك، مهم جدا للناس كلها، لكل اطراف المنظومه من اول الوزير حتى. مهم جدا للنادي الزمالك ان يبقى المنافس التقليدي بتاعه اللي هو النادي الاهلي مستقر وقوي جدا. احنا نفسنا نستمتع بمنافسه بين الاهلي وبين الزمالك لما يبقى الناديين مستقرين. طيب انا قدامي 5 دقايق وعايز اتكلم على الزمالك والاسماعيلي. الزمالك ليه بعد كل مباراه فيها تعادل او خساره الدنيا بتتقلب، رغم ان الزمالك كسبان اخر 3 ماتشات مع احمد حسام ميدو وتعادل في مباراه سموحه يا استاذ احمد؟ لا اذا هو وضع طبيعي، المنطقي ان الزمالك بيلعب على بطوله، وزي ما قلت لك السنه اللي فاتت بيحصل اجتماع رئيس النادي مع الجهاز الفني وفي لعيبه هتمشي وفي تصريحات مش عارف ايه. السنه اللي فاتت غير السنه دي، الموسم اللي فات كان الزمالك فارق كتير قوي. أيوة. فانت ما بتخسر مباراه او تتعادل مفيش مشكله، لكن دلوقتي انت كتف في كتف زي ما بيقولوا، فانت بتبقى الزمالك اول يتعادل او ماتش تلاقي الاهلي طلع اول. فده عامل ضغوط على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه وعلى مجلس الاداره. فده شايف ان يعني ممكن يكون في مغالاه بعد الشيء، بس ده انت هتلاقيه يزيد كمان مع المباريات اللي جايه. أيوة. بعد المباريات اللي جايه والدور الثاني كمان بالذات هتلاقي العمليه دي كان في طبيعي. تصريحات من المستشار مرتضى منصور ان باسم مرسي ومحمد ابراهيم هيروحوا اعاره او يجيبوا عرض. لا محمد ابراهيم، انا عارف محمد ابراهيم في المصري والاتحاد والاسماعيلي، كذا نادي عايز محمد مصري والاتحاد والاسماعيلي، ده حقيقي. ولكن بس ما فيش الكلام ده خالص خالص نهائي. انا امبارح توقعت كده، قلت ايه، ان المستشار مرتضى منصور بس عايز يضغط على باسم عشان يشد حيله شويه. بالظبط. انا توقعاتي بيني وبينك لا، ما هو امبارح المستشار مرتضى منصور طلع برضه تصريحات ان يعني مسانده المعروف يوسف والباسم، اللي باسم هداف ولكن حظه وحش، لكن برضه ما هو باسم لازم يشد حيله. انت ما ينفعش تبقى هداف الفريق ونص الدوري عدى وما جبتش ولا جون. شوف ايه الغلط يا باسم، انت الكره مش مطوعاك، مش عايزه تدخل. يعني العمليه مش لا، لازم يبقى في وقفه. لكن يعني شايف اللي بيحصل في الزمالك طبيعي؟ هو في لا، في طبيعي ومش طبيعي. انا بس بكمل لك باسم ان باسم ما فيش الكلام ده. يعني باسم بينفي كل حاجه، ان في عروض وان في مش عارف رايح فين ولا جاي منين، والنادي برضه بياكد، انا باكد لك ان باسم باقي مع الفريق ما فيش اي مشكله خالص. يعني تعليقك ايه على الزمالك، الاوضاع اللي في الزمالك الفتره انا الحاليه؟ شخصيا شايف ان بعض لعيبه الزمالك ما ينفعش معاهم غير الهلال الحمراء بتاعت مرتضى منصور. لان انا شايف اسلوب مرتضى منصور ده بيخلي الناس تركز اكتر وتبقى يعني مضغوطه، بس مضغوطه بضغط ايجابي. اللعيبه السنه دي انا حاسس ان هي شبعت، او اغلب لعيبه الزمالك شبعت. شبعت شهره وشبعت فلوس وشبعت بطولات، ورغم ان هي بطولتين دوري وكاس موسم. السنه اللي فاتت لو تفتكر يا كابتن كريم، الناس بتتكلم على ان مرتضى منصور كسر القاعده اللي هي بتاعه تغيير المدربين بيؤدي لعدم استقرار فني وبالتالي بيؤدي لخساره البطولات. انا شايف ان جزء كبير من فوز الزمالك السنه اللي فاتت بالدوري والكاس بجانب الاداره، مجلس الاداره المستقر، رغبه اللعيبه في ان هي وان هي كانت جعانه وعندها رغبه ان هي تكسب دوري وتكسب كاس. أيوة. كان في اصرار غير عادي من لعيبه نادي الزمالك في الماتشات السنه اللي فاتت، وبيخلصوا اي ماتش صعب بارادتهم بغض النظر عن المدير الفني اللي قاعد بره الخطوط. السنه دي الوضع اتغير طبعا. رحيل فيريرا انا شايف ان هو اثر سلبا على فيريرا. ممكن يمسك الاهلي؟ ممكن لو خلص عقده مع الشرط الجزائي. هو احد الاسماء المطروحه في يعني من المدربين جوه مجلس احمد القدر بيقول لي هيمسك اهو. لا يجي بقى ينور. بس هو الشرط ينور. استاذ مرتضى منصور قال يا ريت يجي. لا يجي. طب لا يعني ايه ريت يجي؟ هيعمل ايه؟ لا ما هتبقى بقى مدعكه. هو قال لنا في المصري اليوم تصريحات، قال لو جه اديله بالجزم. والله قال في المصري اليوم كده. ده تصريح شديد قوي. لا انا احساسي انه مش هيجي. احساسي ان هو ممكن برضه يعني هيبقى في برضه النادي الاهلي يعمل حساب للزمالك. هتعمل انا شايف ان مباراه الزمالك والاهلي ليها عامل فاصل مع الكابتن زيزو. لا مش عارف، حاسس كده. لا هو في استقرار. افرض كابتن زيزو كسب الزمالك، في استقرار. هتقدر تمشيه؟ لا، في قرار طالع ان اللي هيجي مدير فني غالبا اجنبي. غلط في الوقت اللي احنا فيه ده، غلط. مش الكابتن زيزو. كابتن زيزو هم متفقين معاه انه هيبقى مدير لقطاع كرة القدم ومشرف على قطاع الكرة. اصل هي حل مؤقت، خلي بالك لنهايه الموسم. هم مش عايزين يكرروا تجربه فتحي مبروك. خد بالك انت لما بتدرب فرقه بشكل مؤقت غير لما انت بتبقى خلاص وبتواجه الضغوط وبتدربها بشكل مستديم. القرار جوه مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو مدير فني جديد. مين مرشح لتدريب النادي الاهلي؟ هو هتبان خلال ساعات، بس هو مدير فني اجنبي. مش كابتن حسام البدري؟ لا، هو حسام البدري كان محطوط يعني ايه، يعني لو ما فيش مدير فني اجنبي مناسب يبقى حسام البدري، ولكن هم ماشيين في سكه مدير فني اجنبي. عندك معلومات في قصه المدرب بالنسبه للاهلي؟ لا هو مدرب اجنبي طبعا. مدرب اجنبي طبعا، واكيد هيبقى ممكن يجي قبل ماتش الاهلي والزمالك يعني.
بس كابتن زيزو قاعد لمباراه كابتن زيزو هيقود ماتش انبي وماتش الزمالك. ماتش الزمالك. طيب سريعا الاسماعيلي رايكم ايه في التغيرات وتولي الكابتن خالد القماش تدريب الاسماعيلي؟ اتصور ان يوم زي النهارده يوم الخميس اللي فات معاك قلت لك ان لازم حد يجي، وتحديدا قلت يا من ولاد خالد اسماعيليه القماش يا احمد العجوز، وان النبي دوت مش هيكمل، وده كان خطا. هو الراجل مش عيب في الراجل، بس الاسماعيلي تحديدا كميته ما لا عايز طريقه معينه او حد معين. الراجل مش عارف الفرقه وداخل في ماتشات وخسر والدنيا خلاص. مشيتش. هو طبعا انقاذ ما يمكن انقاذه، بس هو الاسماعيلي ولا هيهبط ولا هينافس، لكن هو طبعا تغيير لتحسين الاوضاع. طبعا لتحسين الاوضاع، ما فيش شك. الاسماعيلي ما ينفعش يبقى كده يعني. هو خالد القماش عمل اسمه وتألق مع الشرطه عشان الاستقرار الاداري مع فريق الشرطه، اتحاد الشرطه في استقرار اداري ومفيش ضغط جماهيري والكلام دوت. هل خالد القماش هيقدر يكرر نفس الانجاز بتاع اتحاد الشرطه مع الاسماعيلي؟ لازم يبقى في مساعده من الاداره، بالجماهير اللي هي المتحمسه اللي مش هترضى غير الفوز، ومجلس الاداره اللي حبه كده وحبه كده. يعني مهمه صعبه جدا لخالد القماش مع الاسماعيليه، ولكن ما كانش ينفع ان بس هو خالد القماش الانسب من وجهه نظركم، الانسب خالد القماش هو الانسب. اي في حد الوقت من الحالي النادي، اي حد من ابناء، كان في اسماء كتيره جدا موجوده، ولكن خالد القماش من ضمن الاسماء اللي موجوده، وهو ابن من ابناء الاسماعيليه. كان الله في عونه. مهمه صعبه ومهمه ثقيله. اعتقد ان هو مش هتبقى يعني في اريحيه عنده في تدريب الاسماعيليه. خبر عايز تقوله ما حدش عارفه لسه، او هتكتبه في المصري اليومين الجايين؟ مفيش اخبار والله، الناس كلها عارفه حاجه حصريه كده. احنا دايما الاستاذ احمد الخضري بينفرد معايا واسلام صادق، لازم على تتفوق طول. عليه استاذ الشرقاوي. لا شباب عنده اكيد عن المدرب. مفيش واحده كده؟ لا والله محلفيني، ما اقولش حاجه. محلفينك يعني في مين اللي محلفك؟ مين اللي محلفك؟ خلاص بقى. استاذ احمد محلفيني برضه لا اللي انا عايز مين هيمسك المحل؟ لا الكابتن محمد حلمي راح النهارده، هو كابتن عبد الحليم. بس قالك مش هو راح، ما هو راح يعني. انا كلمتهم هم في الطريق، فانا او امبارح اعتقد يعني. فهم اللي حصل قالوا لي واحنا راجعين هنتصل، لغايه دلوقتي ما اتصلوش يعني. تعتذر. انا قلت الخبر من شهر. الوضع صعب على فكره. الكابتن محمد حلمي برضو من الناس المدربين كويسين جدا قوي هو كابتن عبد الحليم يعني. عايز اقول لك بس على النقطه، الناس اللي بتتكلم على بيقول لك ابراهيم صلاح، يعني الناس طالعه قوي يقول لك الاهلي بيفاوض ابراهيم صلاح. ما ينفعش. الناس دي مش فاهمه حاجه. ابراهيم صلاح لسه عنده سنه كمان لازم الزمالك يوافق. لازم الزمالك يوافق. بس الناس بتستند الى تصريح المستشار مرتضى منصور ان هو ابراهيم مش هيرجع الزمالك. هو حد طلع والناس مشيت كلها وراه ان في اسوان والاهلي بيفاوض ابراهيم صلاح. الكلام ده غير صحيح. غير صحيح. انا عارف ان غير صحيح. انا باكد لك المعلومه. وابراهيم صلاح هيلعب في الزمالك السنه الجايه. باكد لك المعلومه. انه تألق هو في ماتش سموحه. كان خطأ الاستغناء عنه هو او اعارته، وافق على اعارته تاني. هو ابراهيم صلاح اللي طلب. هو طبعا انا ابراهيم صلاح. لا انا معلوماتي غير. انا بقول لك حاجه. ابراهيم صلاح اللي طلب لسبب ان هو ما بيلعبش. لا نفسه مش هيلعب وعايز يلعب عشان المنتخب. هو اللي عمل ده كله ان هو لعب مع سموحه بس ونتيجه المباراه. لكن طبعا ابراهيم صلاح لعيب كبير، وفرقه البطوله تحتاج لعيب زي ابراهيم صلاح يعني. بشكرك يا استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا، ومستمرين مع بعض ان شاء الله في النهار اليوم يوم الاثنين الجاي، وخريطه برامجيه جديده كده ان شاء الله. بشكرك الشرقاوي. سديت فراغ اسلام صادق بشكل كبير كده. ممكن الفتره الجايه ما نستضيفش اسلام صادق. بشكرك، شرفتنا يا استاذ محمد. الله يخليك. بشكرك استاذ احمد الخضري. بشكر كل المشاهدين، ونتقابل على خير ان شاء الله الفتره القادمه وحلقه جديده مع كوره كل يوم.